في مرحله كده اللي انا عايز امنع المشاكل بتاعه جزء من النظام ان هي تامباكت النظام كله، ومش عارف اعمل ده في المونوليث. لما توصل لان انت اولا عملت انفستمنت كويس انك تعرف تمنع المشاكل دي وفشلت لاي سبب من الاسباب وبتاع، فهتاخد ده بس تطلعه بره which is fine. خليت سيرفيس بره فيها الحته دي عشان بس ايه ايزيت الفيليرز. فدول التو ريزونز بالنسبه لي اللي اقول منطقي ان انا ساعتها ايه اروح ابدا مايكرو اكسر سيرفيس، اكسر الدنيا. المونوليث بتاعتي. بعدين تعقيبا على اللي انت بتقوله، الحته دي اللي هي يعني ما يعرفه الناس بسنجل بوينت اوف فيلير، ان انا في الاخر خالص فلما تيجي حاجه تفيل في الران تايم بتفرقع كله يعني، فاهم؟ ده حقيقي. فهو حتى بيقول لك لما بتطلعوا سيرفيس لوحدين انت بتكنترول البلاست راديوس، فاهم؟ لو انت كان انت جبت قنبله رميتها وحطيت عليها صحيح. حواجز كده فهي بتفرقع فانت مش ايه، فممكن تاثر في جانب من السيستم، بس الجانب مثلا اللي هو الفرونت فيسنج بتاع الكاستمر شغال، الانفنتوري لسه بنصلحه، فهناخد الاوردرات هتبقى بيندنج يعني، هنعرف نتصرف، مش تبقى ايه داون اول ات وانس يعني. بالظبط. فانت في عندك طرق انك تعرف تازويت الفيليرز within the same monolith. صح. وخلينا نقول لو انت حتى مش عارف، حلو، هترجع تاني للتريد اوف. طب انا يا عم عندي سنجل بوينت اوف فيلير، ولو ما بيحصل لي مشكله السيستم كله بيقع. مم. طيب ده قصاد ان انا بقيت مايكرو سيرفيسز عشان ايزوليت الفيليرز، بس انا ما عملتش ايزوليشن للفيليرز وستيل الجزء بيقع، السيستم كله بيقع، فاهم؟ صح. وبقى عندي تشالنجز كتيره. وفكره البري ريكوست احنا بنتكلم عليها، فكره ان التيم عنده السكيلز دي ولا لا. فانت ممكن تطلع تاخد القرار بتاع المايكرو سيرفيس عشان تايزوليت الفيليرز، بس انت ما عندكش السكيلز انك تعمل ده، فتطلع المايكرو سيرفيسز غالبا خدت اسوأ ما يمكن، لا عرفت تايزوليت الفيليرز ودفعت كوست كبيره جدا وكل حاجه عندك بقت ولا مشاكل. منك ولا كفايه شرك، فاهم؟